يا ترى لو خيروك بين الفلوس والصحاب هتختار انهي فيهم؟ صحابك اللي بتثق فيهم ثقة عمياء، ولا الفلوس اللي هتفرق وتدمر علاقتكم بالشك والخيانة وانعدام الثقة؟ بتبدأ قصتنا ببطلنا كاتاجيري يويتشي الشاب الفقير، وهو بيجمع فلوس عشان يطلع رحلة مدرسية مع شلة صحابه اللي بيحبهم وبيقدرهم جدا. شلته مكونة من بنتين اسمهم يوتوري كوكوريجي وشيهو ساواراجي، وكمان ولدين اسمهم ماكوتو شيبي وتينجي ميكاسا. بيصدمهم مدرس الفصل وبيقول لهم ان ال 2 مليون ين اللي جمعوهم للرحلة اتسرقوا، وبتعتذر لهم شيهو وشيبي واللي كانوا مسؤولين عن تجميع الفلوس. بتعيط شيهو وبتطلب من اللي سرقهم يعترف، بس محدش بيعترف، والفصل بيبتدي يشك في يويتشي عشان فقير واكيد كان محتاج الفلوس دي. شيهو وشيبي بيختفوا هما الاثنين تاني يوم. بتوصل رسالة في ظرف ليويتشي وبيلاقي مكتوب عليها اسم شيهو، وبتطلب منه يقابلها قدام المدرسة بالليل. بيروح للمدرسة وبيلاقي باقي شلته موجودة، وكلهم مستغربين ومش فاهمين مين جمعهم وليه جمعهم. فجأة بيجي ناس بيكهربوهم بالصاعق، بيغمى عليهم واحد واحد، وبيحلم يويتشي بواحد بيقول له ان اهم حاجه في العالم هي الفلوس، وبعدها واحده في المستشفى بتقول له ان الاصحاب اهم بكتير من الفلوس. بيفوقوا كلهم من الغيبوبه، بيلاقوا نفسهم في اوضه مقفوله وبتدخل عليهم دميه ضخمه. الدميه دي اسمها مانابو، وكانت في انمي بيتعرض للاطفال زمان وتوقف لانه بيحرضهم على العنف. بيقول لهم مانابو انهم هيلعبوا لعبه الاصدقاء، وكل لعبه هيخلصوها هيكسبوا 2 مليون ين، ولازم يلعبوا لحد ما يسددوا دين ال 20 مليون ين اللي عليهم. بيجعر يويتشي في وشه وبيسألوا ازاي عليهم دين ضخم كده، فبيقول لهم ان انتوا اللي دفعتوا رسوم الاشتراك اللي ثمنها 2 مليون عشان تلعبوا اللعبه. فبيستوعبوا ان حد فيهم هو اللي سرق فلوس الرحله. بيسأل تينجي لو عايزين يخرجوا من اللعبه ايه اللي هيحصل. رد مانابو انهم هيخرجوا عادي، بس مش هيرجع ال 2 مليون رسوم الاشتراك، وان الشخص اللي متداين بال 20 مليون هيشيل حمل تسديد الدين كله لوحده، بدل ما كان الدين هيتقسم عليهم هم الخمسه وكل واحد يسدد 4 مليون بس. لو وافقوا يلعبوا هيسددوا ديونهم بسهوله وبسرعه، ولو خسروا جوه اللعبه مش هيزيد ديونهم. بيقعدوا مع بعض وبيتفقوا، فبتقول لهم شيهو ان احنا مش لازم نعرف مين اللي مديون فينا، لان اكيد الشخص ده كان مزنوق وعايز حل، فقرر يزنقنا معاه الهي طريق واتزنق. بيوافقوا على كلامها بحجه انهم صحاب، ولكن يويتشي بيتردد. فبيجي مانابو من وراه وبيبدا يساله انت شاكك فيهم؟ شاكك في اصحابك؟ يا ترى شاكك في انهي واحد فيهم؟ شيبي الفرفور اللي بيستحمى بفلوس، ولا شيهو الحربايه، ولا تنجي اللي مش سالك، ولا يوتيري المريبه؟ الفلوس اهم ولا اصحابك؟ بيرد يويتشي الصحاب اهم طبعا. بيبداوا مع بعضهم اول لعبه، وبيديهم مانابو بطاقات لاساميهم مكتوب عليها من ورا رقم الدين بتاعهم، ولازم ان هم يخبوا الرقم من بعض. ولو حد طلب يعرف ديونك قد ايه ما تخليهوش يشوف الرقم، والا دينك هيبقى الضعف. ولكن تقدر تقول الرقم بلسانك عادي، بمعنى ان الخيار ليكم تكذبوا او لا لو اتسالتم. اللعبه بمنتهى البساطه بتكون ان كل واحد فيهم هيقرا سؤال، وهيحركوا العمله الكبيره ناحيه الاجابه اللي هتكون او لا، ولو الاجمعيه اتفقت على الاجابه بس واحد فيهم اختار عكسها فالعمله هتتحرك ناحيه اجابته هو، لانها بتمشي بمبدا الاقليه. ولو فازوا هيكسبوا 2 مليون، وكل سؤال هيجاوبوه صح هيقل دينهم ب 400 الف ين. ولو جاوبوا كل الاسئله غلط فاكتر واحد فيهم ديونه كتير هيشيل ديون الباقي كلها معاه، وممنوع يتكلموا وسط اللعبه. ولو حد كسر القوانين دي فالدين بتاعه برضه هيزيد الضعف. بيديهم مانابو نصيحه قبل ما يبداوا، وبيقول لهم ما تشكوش في اصحابكم. بيتسالوا اول 3 اسئله وبتكون بديهيه جدا وسهله، بس كل مره بيجوا يجاوبوا صح بيلاقوا حد فيهم بيجاوب الاجابه الغلط، فبتتحرك العمله ناحيه الاجابه الغلط. بيشك تاني يويتشي وبيفكر انهم كاصحاب المشاكل ما بينهم زادت في الاواخر، وبيفتكر اما شيبي حاول ان هو يبوس شيهو فضربته علقه، وراح يويتشي يصلح ما بينهم، فقالت له شيهو انها مش زعلانه وطلبت منه يقول لها سر ما حدش يعرفه منهم. فبيقول لها هقول لك بس ما تقوليش لحد فيهم وبالذات شيبي. بيجي دور يويتشي عشان يتسال. بيفتح يويتشي وبيقرا السؤال، فبيلاقي مكتوب له انه يقول اي سؤال من دماغه، بس من تحت في الورقه مكتوب بخط صغير ان هو لو جاوب بنعم هيتنقلوا للسؤال اللي بعده، اما لو جاوب بلا فهيخسروا السؤال ولكن ديونه هو هتقل للنص. بيتصارع يويتشي مع نفسه وبيشك في شلته ان اكيد كلهم فضلوا نفسهم وجاوبوا بلا عشان يخلعوا. بيفكر ان هو يختار لا زيهم، ولكن بيفتكر ذكرى من ذكرياته اما كان في عيال بتتنمر على يوتوري، وكان ساعتها فاشل في انه يواسيها بالكلام، فردت عليه وهي بتحمر زي الطماطم انه يعتبر الوحيد القريب ليها عكس الباقيين. بيقرر يويتشي يختار نعم عشان ما يخليش يوتوري تشيل هم الديون كلها لوحدها، ولكن بيلاقي حد جاوب بلا برضه. بيتعصب يويتشي جدا، ولكن بيستوعب ان السؤال الاخير مختلف عن اللي اتقاله ومش هيبقى فيه تخفيض للديون، والسؤال من كتر بساطته هيجاوبوه غلط عشان الشك بياكلهم. بتقرا يوتوري السؤال وبيكون هل هنفضل صحاب للابد؟ قبل ما بيحركوا العمله بيكسر يويتشي قانون منع الكلام وبيتكلم وهو بيضحك ضحكه شيطانيه. بيستفزهم يويتشي بالكلام عشان ينطقوا وديونهم تزيد للضعف زيه، وبيحور عليهم عشان يبطلوا شك في بعض، وبيتجمعوا عشان يحركوا العمله. فبيبص لهم يويتشي بص تحذير
الاخيره عشان يجاوبوا صح. بيجاوبوا كلهم بنعم واخيرا بيفوزوا في اللعبه. بيفكر يويتشي ساعتها ان هو لازم يكتشف الخاين اللي فيهم، فبيسالهم انه يبص على ورق الاسئله عشان يكتشف الخاين فيهم، ولكن بيلاقي الكلام اختفى. بيتعصب جدا يويتشي. بتيجي شيهو عشان تساله مين اكتر واحد هو شاكك فيه. قلتي مش مهم نعرف مين المديون. بتتصدم جدا شيهو وساعتها بتقول له ان انا محتاج اعتذر لك لان انا شكيت ان انت اللي سرقت الفلوس وعشان كده قلت الكلام ده. بيقول لها ساعتها هو انا عشان فقير ويتيم هتعايريني وتشفقي عليا؟ ردت انا مش بشفق عليك، انا بحبك. بيتصدم يويتشي من اعترافها المفاجئ وبيقلب طماطمايه. بتعتذر له شيهو انها كذبت عليه وان ديونها في الحقيقه زادت ل7 و6 مليون عشان طلع منها صوت خفيف في اول اللعبه، وبتعلن انها مش هتكذب عليه او تخونه او تشك فيه تاني. كل اللي اتقال ده وبيطلع تينجي واقف بيتجسس عليهم وسمع كل كلامهم. بيظهر مرابو فجاه وهو ضارب شعره بروتين وكرياتين وبيقول لهم ان المره دي اللعبه اللي هيلعبوها اسمها سوجوروكو النمام. قوانينها هي انهم هيكسب قليل عكسهم، وكمان هيلعب اللعبه ثالثه. قانون تاني ان ممكن يقدموا ورق فاضي ما يكتبوش فيه اي سر وساعتها هيتحركوا مربع واحد وممكن يكملوا ان دينهم زاد 100,000 ين. بيفكر يويتشي ان لو كل مربع ب 100,000 ده معناه ان لما يخلصوا اللعبه ديونهم هتزيد ل6 مليون، فبيتوتروا ووشهم بيقلب. بيلعبوا تاني وبيكون في سر اتكتب بيقرأوا مانابو، وبيطلع ان شيهو بتحب يويتشي وانها كانت بتخرج مع تينجي زمان. بيتصدموا تينجي مات فساعتها بطلوا. بيسأل شيهو رد تينجي انه كان بيحبها بجد ولسه بيحبها وعشان كده لازم تكتب السر ده. رد قال له ان انت اكيد اللي كتبته مش انا. بيسألوا شيبي ازاي هعرف ماضيك معاها عشان اكتب السر يا مخ البخاخه. رد تينجي مستحيل اكون كتبته لان هتشكوا فيا اول واحد. بيتكلم يوتوري مع شيهو وبتقول لها وهي غيرانه ان الاتنين واقعين في حبك يبقى اكيد يويتشي هيحبك هو كمان زيهم. بيكملوا يقرا مانابو السر وبيكون ان يوتوري في اعدادي شاركت في مواعيد تعويضيه اللي هي الدعاره يعني. بيتصدموا كلهم جامد وبتصرخ يوتوري وهي بتعيط وبتفتكر ذكرياتها لما كانوا بيتنمروا عليها عشان دخلت سكه شمال، وبتزعق لشيهو وبتقول لها انت كتبتي السر ده ليه؟ محدش يعرفه غيرك. فبتنكر ان هي اللي كتبته. بيتغابى شيبي وبيقول كلام غبي بدون قصد ليوتوري، فبيضربوا تينجي عشان يخرس. بيطلب من يويتشي انه يواسي يوتوري، فبتحكي له عن انها كانت محتاجه فلوس عشان تمنع ان العيال يتنمروا عليها في المدرسه. فقابلت واحد وبداوا بالكلام وطلب منها تعمل كوسبلاي وكان بيصورها لحد ما طلب منها انه يلمسها فوافقت، ولكن هربت منه اما لقت الوضع ما يطمنش. بتقول له يوتوري يصدقها وانها لسه عذراء ما غلطتش وبتترجاه ما يتخلاش عنها. بيطمنها يويتشي ان اللي فات مات وانه مش هيتخلى عنها ابدا، وبيقرب يوشوشها حاجه وبيقول لها لو ما قلتش كده ما كنتيش هتصدقي كلامي. بياخد تينجي شيهو على جنبه وبيسالها انت كنتي عارفه فعلا؟ قالت له عرفت اما شفتها في مره متجمع حواليها اولاد كتير فرحت ضربتهم وساعدتها، ولكن لقيت واحد من المضروبين بيقول لي ان واحده زي دي هتعمل اي حاجه مقابل الفلوس. وساعتها اعترفت لي يوتوري بالموضوع فوعدتها اني مش هقول لحد ابدا. وبتبص لتينجي وبتقول له صدقني انا حفظت سرها وما قلتش. بيبص عليهم شيبي وبيلاحظ ان كل واحد فيهم واخد له واحده على جنبه وهو الوحيد السنجل البائس. بيفتكر السارق اللي حصل اما سرق ال2 مليون وانه خبط في يوتوري وقعدت تحكي له عن المانجا اللي بترسمها وساعتها سرق الفلوس من غير ما تاخد بالها. بيركز على شيبي وبيتساءل يا ترى هو فقد اهتمامه بشيهو عشان عرف انها عملت عمليه تجميل؟ في الاساس هي عملتها لمجرد انها تخبي ندبه على وشها وانه يعرف كل حاجه عن شيهو لانه قبل كده اداها ميداليه فيها جهاز تنصت. بنكتشف ان السارق هو تينجي وانه عمل كده عشان يدمر علاقتهم كلهم بشيهو وما تلاقيش حد يقف جنبها الا تينجي. بيكون تينجي في الحقيقه هو اللي كتب عن سر يوتوري وشيهو، ولكن اللي كتب سر يويتشي وشيبي هم نفسهم، وده عشان يغتابوا بعض وينقذوا شيهو انها توصل للهدف الاول. بتساله شيهو لو مصدق انها ما كتبتش سر يوتوري، بيرد ايوه مصدقك. فبتساله تفتكر مين اللي كتبه؟ بيركب وش المصلح الاجتماعي وبيقول لها لو سالتي كده هتضعفي قوه صداقتنا، ومن جواه بيضحك وبيقول انا كده دمرت صداقه يوتوري بشيهو، ناقص بس ادمر صداقه شيهو بيوتوري. بيقول لها مش عايز افكر مين كتب، بس مش يمكن يوتوري كتبت سرها بنفسها؟ اصل بصي عليها مرميه في احضان يويتشي ازاي، اكيد عملت كده عشان تقرب منه وتفوز بيه، وانت عارفه يويتشي عبيط، اي حد هينزل دمعتين قدامه هيفضل جنبه حتى لو ده معناه يسيب الشخص اللي بيحبه. بترد شيهو عليه بانك مؤفور قوي في افكارك، بس هفكر في الحوار. فبيضحك من جواه عشان قاعد بيشعللهم على بعض ولا اجدعها بوتجاز باربع عيون. بيرجعوا للعبه وبيدخل تينجي يكتب سر عن نفسه عشان ما يشكش فيه حد، وبيخرج يلاقي يويتشي بيلطش شيهو بالقلم وبيزعق لها ازاي تقول ان يوتوري كتبت السر بنفسها؟ بترد عليه انت مش عارف كده النسا ولا ايه؟ ما هي اكيد بتلعب بدناءه عشان تكسب عطفك واهتمامك، مش كده يا يوتوري؟ بترد عليها يوتوري بايوه فعلا، زي ما عملتي عمليه التجميل عشان تبقي احلى صح؟ بتصحح لها شيهو انها عملتها عشان تخبي ندبه مش عشان تبقى احلى. فبيقوم شيبي فجاه وبيسالها الكلام ده بجد؟ بتتجاهله وبتوجه كلامها ليوتوري بان لو فضلتي تهاجميني مش هثق فيكي ابدا. بترد عليها مش مهم ثقتك عندي، اهم حاجه ان يويتشي واثق فيا ومصدقني. بيفرح تينجي ان علاقتهم ببعض باظت وان علاقه شيهو بيويتشي بقت متواتره جدا، وبيروح لشيهو يقول لها ما دام يويتشي واثق في يوتوري فانا
واثق فيكي زيه، فبتفرح جدا شيهو. بيقرا مانابو سرين، الاول هو ان شيهو بتلبس بوكسرات قطنين رجالي فبتشك في يوتوري اول واحده، والسر الثاني هو ان تينجي كذب في عمره. بيسالوه ده بجد؟ بيرد هي مش كذبه، بس انا اكبر منكم بسنه عشان سقطت سنه وعتها، واسف ما كانش قصدي اخبي عليكم، بس مستغرب ان حد كتب السر ده، اصل ما حدش يعرفه غير شيهو. بيتفاجئوا من كلامه وبيتوتروا من ناحيه شيهو. بيعتذر لها تينجي وبياخدها على جنب يصب بنزين على النار اللي جواها، وبيقول لها انت بقيتي لوحدك، كلهم شاكين فيكي بس انا عمري ما هخونك يا عيوني. بتتقدم شيهو مربعات كتيره، وبيطلع لها انه قدامها فرصه خاصه انها ترشح حد يبدلوا اماكنهم ببعض، وان الحد ده هيتكشف سر مميز عنه من اللعبه، وهيصوتوا على سره بيتسامح ولا ما يتسامحش، وعلى حسب نسبة التصويت هيتقدم لقدام. بيقلق تينجي جدا انها لو اختارته يترشح بدلها فده معناه ان السر انه سرق الفلوس ودخلهم في اللعبة هيتقفش. بيسأل مانابو شيهو هتختار مين، وبكل ثعبانيه بيقول لها ايه رايك في تينجي؟ بما انكم واثقين ببعض هتبقى فرصه حلوه وما عندوش حاجه يخبيها. بتكون شيهو على وشك انها تختاره، ولكن بيقاطعها شيبي وبيتطوع عشان يكسب ودها تاني، وانه مطمن وما عندوش اسرار يخبيها. بيقول له مانابو للاسف انت عندك سر. بتظهر ساعتها صور لابوه، وبيكمل مانابو كلامه بيقول له ان ابوه حثاله المجتمع، بيتحرش بالستات في كل حته ومفضوح، ولكن بيستخدم فلوسه عشان يغطي على فضايحه وتحرشه. بيتصدم شيبي من ابوه، وبيضحك تينجي عشان هيقدر يستغل اللي عرفه. بتقول شيهو لشيبي انها مش مهتمه بالسر ده، وان شيبي ملهوش علاقه باللي بيعمله ابوه، فبيفرح جدا ولسه بيمسك ايديها، ولكن بيوقفهم تينجي وبيقول له بما ان ابوك كده ايه اللي يضمن لنا انك مش زيه، وعملت عامله سودا وغطيت عليها بفلوسك انت كمان. وزي ما بيقولوا خرج حماد عن حده يطلع الواد لوالده. وبياخدوا بعضهم هما الاربعه متفرقين وبيبعدوا عن شيبي، حتى وهو بيعيط وبيتوسل اليهم. بيكون شيبي في المركز الثاني بعد شيهو، وبيقرر تينجي انه يقضي على شيبي في الدور اللي جاي. بيقرا مانابو السر ان شيبي قتل حد قبل كده، فبيستغرب تينجي جدا عشان هو ما كتبش الكلام ده، وقرر يسيب الورقه فاضيه. وبيركز حواليه بيلاقي نظرات يويتشي الغريبه وضحكته الاغرب. بيشوف تينجي ان هو ليه الاحقيه في شيهو وكل حاجه ليها علاقه بيها، لانها سرقت منه اغلى حاجه في العالم، فلو يويتشي هيبوظ خطته هيدمره هو كمان. بيسال مانابو قتلت حد فعلا يا شيبي؟ بيحلف له انه بيخاف يقتل حشره حتى، وان ده كذب. فبيقول له مانابو انه يقنع المصوتين انها كذبه، فبكل غباء بيقول لهم انا حياتي ما كانتش صعبه لدرجه اني اقتل حد، واما بتحصل مشكله ابويا دايما بينقذني منها، التصويت نتيجته بتكون ضده. فبينتقل شيبي للمركز الاول. بيقرب يويتشي من شيبي وبيقول له انا مصدقك، واللي كتب السر ده عمل كده عشان يدمر صداقتنا، وانا عارف مين هو الخاين اللي ما بيننا، بس مش هقول ومش محتاجين نعرفه لاني لقيت طريقه نفوز بيها في اللعبه دي، وان اول شوط من اللعبه كنا بنزيد في الديون، وده معناه ان الشوط الثاني هنقل في الديون، وان سواء فزت او خسرت ديونك هتفضل زي ما هي، لان زي ما قال مانابو ان دي زيها زي اي لعبه سوجوروكو بس ضافوا عليها جزء النم والغيبه. بيسالوا طب ازاي هنقلل الفجوه بين مراكزنا؟ قال لهم هنتفق كلنا نكتب سر عن نفسنا ما عدا شيبي عشان هو في المركز الاول، وهنتقدم مربع مربع، ولو لقينا حد كتب عن شيبي سر يبقى هو ده الخاين. بيوافقوا كلهم، بس بيعترض تينجي على الخطه، فبيضحك يويتشي ضحكه شريره وبيقول له معترض ليه؟ في حاجه منعاك؟ بيسأله تينجي انت عارف الخاين؟ بيهرب يويتشي بنظره وبيقول له ايوه، فبيعرف تينجي انه بيكذب، وبيقول له خطتك لو طلعت فاشله هتقول لي اسم الخاين، ولو طلع ما عندكش دليل انه خاين مش هثق فيك تاني. بيقرروا ان هم يعملوا بخطه يويتشي، ولكن بيصدمهم مانابو انه كتب 10 ورقات مش 4، واقعد انت على جنب يا يويتشي بخططك وافكارك اللي بنفس مستوى غباء شيبي. بيلح تينجي على يويتشي انه يعترف بالخاين، فبيقول له انا كنت بخمن بس مش اكتر. فبياخد تينجي شيهو على جنبه وبيقول لها يلا بينا من هنا يا بيبي، وبيفرح من جواه انه فاز وهيسترجع اللي اتسرق منه من سنتين، وهيستنى يفضح شيهو على رواقه قدام الباقي. بتتقدم شيهو للمركز الاول وبيبقى لها مربع واحد وانها تنط عشان توصل للهدف. بيقول لهم يويتشي استنوا عندي خطه اعظم من اللي قبلها هتخلي الخاين يفضح نفسه، وهي ان اللي بيكتب كذبه وبيعترف انه كذب بيتعاقب، فاحنا هنغتاب نفسنا ونكتب اننا اللي قدمنا وشاركنا في لعبه الاصدقاء وتحتها اسم كل واحد فينا، وساعتها كلنا هنعترف بكذبنا ما عدا الخاين لانها مش هتعتبر كذبه وهتبقى الحقيقه، وهنتعاقب كلنا اننا هنقف مع شيهو عند الهدف، والخاين الوحيد هو اللي هيفضل في مكانه وهيفوز، بس احنا هنبقى الصحاب الحقيقيين وهننتقل للعبه اللي بعدها نلعبها من غيره. بيحاول تينجي بكل ما فيه انه يعارض، بس بيتثعلب عليه يويتشي وبيقول له مش انت قلت انك هتحمي شيهو؟ يلا يا اسطى روح اكتب في الورقه عشان هي بتثق فيك، ما ينفعش تخذلها. بيدخل الاوضه وبيفكر ان هم اول ما يعرفوا انه الخاين هيعيط لهم ويطلع لهم بنظريه المؤامره وان في حد ابتزه عشان يعمل كده. بيمسك مانابو الورق وبيطلع كله فاضي ما عدا ورقه تينجي اللي اعترف فيها. بيزعق لهم فبيرد عليه يويتشي
بانه قلت لك عندي خطه تخلي الخاين يفضح نفسه، وده اللي انت عملته دلوقتي. بينزل تينجي دموعه اللي محضرها بقاله ربع ساعه ولسه هيقول اعذاره، بيوقفه يويتشي وبيقول له اعترف دلوقتي وسيبك من الاعذار. بيترعب تينجي من تعبير يويتشي وبيعترف. بيسأله تينجي ازاي عرف انه الخاين، رد عليه بانه كان مخطط مع شيهو من اول اللعبه وكانوا بيتواصلوا مع بعض عن طريق الورق اللي في الاوضه. بيسأله تينجي ازاي وثقت فيها، قال له انا اختبرتها الاول وكتبت لها انها لو فاكره السر اللي قلت لك عليه قبل كده اكتبيه في الورقه وحطيها، والسر ده كان انه ما استحماش مره لمده اسبوع، وبعدها مسك يوتوري ووشوشها ان شيهو في صفهم، بس كملي تمثيل معاها انكم كارهين خلق ببعض وانها فضحتك، والدور الجاي افضحيها بالسر انت بس تعرفيه، والسر ده كان انها بتلبس بوكسرات قطنيل. القطن بيتكلم مصري. بيقول له تينجي ازاي فضلت تتواصل مع شيهو، ما كانش عندك وقت؟ قال له كان عندي ال3 دقايق اللي انت كنت بتدخل فيهم الاوضه، وانه كان بيختار دور اللي يدخل الاوضه من غير ما ياخدوا بالهم. وبالنسبه لشيبي كان سهل يعترف انه مش خاين، لان الخاين هيخاف يتطوع ان يتقال عنه سر كبير، فما تبقاش الا انت، خليتك تدخل الاوضه تفضح نفسك بنفسك وقلت للباقي يسيبوا ورقتهم فاضيه. بينفعل تينجي وبيقول له ان اي حد يقدر يكتب ورق كتير، فايه الدليل انهم ما كتبوش وانك واثق فيهم؟ رد عليه انه خلاهم يسلموه حاجه مهمه دليل على ثقتهم وصداقتهم ببعض، والحاجه دي هي بطاقات اساميهم اللي فيها رقم ديونهم، وبما انهم متاكدين ان هم مش الخاينين فطبعا ادوها لي على طول. بيسالوا تينجي ازاي عرفتني، رد انه كان غريب من اول ما بداوا اللعبه، وان تينجي اللي يعرفه ذكي وهادي بيهدي الخناقات، مش بيتحول لبوتاجاز ويشعللها اكتر، زي انه يتهم شيبي انه اغتاب شيهو، وده غباء من تينجي لانه محدش فيهم هم الاربعه بيقول سر لشيبي عشان بيدلدق كلام، وان السر الوحيد اللي كتبه شيبي هو انه كان بيستحمى مع امه لحد اعدادي، ده كان عشان يحمي شيهو، واما كان بيقول كلام غبي ليوتوري ما كانش قصده يجرحها، كان قصده يمدحها. بيرجعهم منابو للعبه وبيقول لهم كده مفيش حل غير ان شيهو هتوصل للهدف، فبيقرب منه يويتشي وبيوشوشه بحاجه وبيتاكدوا من حقيقه اللي قاله، فبيتخض منابو وبيقول لهم اللعبه خلصت واللي وصل للهدف هو يويتشي. بيستفسروا فبيقول لهم انه كتب سر كذاب في دور من الادوار فهيتعاقب على كذبه ويروح للهدف. بيقول لهم يويتشي على ما يلعب اللعبه الثالثه يقرروا ما بينهم هيسامحوا تينجي ولا لا، لانه ما يقدرش يحكم عليه بنفسه عشان عمل حاجات بشعه كتير في الماضي، لو حد فيهم عارفها ما كانوش هيرضوا يبقوا اصحابه. بتساله شيهو هببت ايه، رد انه كان كذب وكتب في الورقه ان شيبي هو اللي قتل، بس الحقيقه ان انا اللي قتلت ناس. بيكلموا منابو وبيقول له ان اللعبه الثالثه صعبه بغباء وهتندم انك ضحيت بنفسك عشانهم. بيرد عليه ما عنديش مانع اضحي بنفسي عشانهم. الامان بالنسبه ليويتشي كان انه يعيش حياه نظيفه وما كانش عايز يعرفهم حقيقته، بس بما انهم عرفوا دلوقتي فانت اللي هتندم عشان هدمرك مع مديرين اللعبه. بيخاف منابو فبيمسك يويتشي من ايديه اللي بتوجعه وبيقول له انا خفت منك، انت فعلا قاتل ومجرم. بيتوتر صحابه وبيقولوا اكيد هو قتل وكانت حادثه ومستحيل يعملها عن قصد، فبيكمل منابو ويقول لهم ده قتل 3 أشخاص بكل بساطه من غير اي حوادث، يعني يعتبر قاتل متسلسل. بيقلقوا كلهم منه ولكن بيدافع عنه تينجي ان اكيد كان عنده اسبابه، فبيستهزأ بيه شيبي وبيساله وانت بقى ايه اسبابك الفشيخه اللي عملت عملتك السودة دي عشانها؟ بيرد عليه ان مش كل الناس حياتهم سهله زيك وزي ابوك اللي بيغطي جرايمه بالفلوس، بيشدوا كلهم في شعر بعض. فبيقول لهم يويتشي ما دام وصلتوا للمرحله دي فانا مش عايز اصحاب، خلاص بقيتوا حمل تقيل عليا ومش عايز اشيل ديونكم، فهلعب اللعبه الثالثه. بيسالهم منابو هتسيبوا صاحبكم ينط كده ويلعبها لوحده؟ صح معلش نسيت ان انتوا ما ينفعش تكونوا اصحاب مع قاتل. بيفتكر يويتشي كلام امه بتاع ان الصحاب اهم من الفلوس وبيعتذر لها في قلبه وبيكون على وشك انه ينط، ولكن بيوقفوا تينجي وبيقول للمنابو على فكره انا كمان كدبت اما قلت اني بحب شيهو، والسبب اللي خلاني احاول ادمر صداقتنا كلها هو اني كنت بحاول احتفظ بشخص لنفسي. بيسالوا منابو ايوه الشخص ده شيهو صح؟ قال له لا الشخص ده يويتشي وانا من زمان بعشق ميتينه وعايز استفرد بيه. بيتفاجئ منابو وبيقول له ما فيناش من شغل الشواذ ده يا اسطى. قال له لو ده هيثبت لك ان انا بحبه، وراح مقرب من يويتشي وبينطوا مع بعض للعبه الثالثه. هنكمل بعد ما عرفنا ان يويتشي من صغره عارف اهميه الصحاب وبيقدرهم جدا، وتقديره ده جه على نافوخه بسبب تينجي اللي دخله مع شيهو وشيبي ويوتوري في لعبه الاصدقاء، واتقسمت الديون عليهم هم ال5 بحيث يسددوها، واهم حاجه عشان يفوزوا ما يشكوش في بعض. وصلنا لاخر حاجه اما تينجي نط مع يويتشي استعدادا للعبه الثالثه. بيظهر يويتشي وهو صغير وقاعد بيعد الفلوس قدام واحده في المستشفى، فبتقول له ان الفلوس مهمه بس الصحاب اهم منها. بيسالها ايه الصحاب دول يا حاجه؟ بتقول له ما تعدل من لفظك يا جحش انت، انا يعتبر امك مش حاجه. بيخرج من المستشفى بيقابل استاذه وبيساله عارف ايه اكتر حاجه مهمه في العالم؟ رد عليه الفلوس. بيفوق يويتشي على صوت تينجي وبيكونوا في كهف، بيقول لهم منابو انهم هيفضلوا في الكهف ده لمده 3 ايام عشان
عشان تحضيرات اللعبه الثالثه، وما بيكونش فيه الا ازازه ميه كبيره بس مش هتكفيهم. بيحكي تينجي ليويتشي عن سبب بوسته الشذوذيه وبيقول له ما تقلقش مني، دي مجرد بوسه اخويه بريئه بهدف ان الحقك وانط معاك واحكي لك عن اسبابي للخيانه، والصراحه دي تاني مره العب فيها لعبه الاصدقاء، وده كله بسبب شيهو عشان سرقت مني اعز حاجه في حياتي. بيحكي انه كان في اعدادي قريب من 2 صحابه وفتح معاهم مشروع بمليون والدنيا كانت تمام لحد ما اصحابه شافوا شيهو في مره. من ساعتها بدات تظهر مشاكل في اداره فلوسهم. سالوه اصحابه هو بيخرج مع شيهو؟ قال لهم لا، وان اهلهم هم اللي بيدبروا لجوازهم. بترجع اداره الفلوس تمام وبيدخلوا ثانوي، فبيقترح واحد فيهم انهم ينافسوا بعض واللي يوصل لل 20 مليون الاول يبقى مدير شركتهم وهيتقدم لشيهو ويتجوزها. ساعتها اخذ تينجي الموضوع بهزار، بس فجاه اتاخدوا هم الثلاثه في لعبه الاصدقاء وكان في حد فيهم مديون ب 10 مليون. خسر تينجي وبقى مديون ب 20 مليون، وبعد كده خرجوهم وامروهم محدش يحكي عن اللعبه لاي حد. بيتخانق تينجي مع صاحبه عشان يعرف سبب الخيانه، فبيقول له مش هقدر احكي لك كتير بس انا استخدمته عشان خاطر شيهو. بيكسر تينجي الاوامر وبيحكي لابوه عن كل حاجه حصلت في اللعبه، فبيطمنه انه هيحل المشكله وبيروح لبيت شيهو يتفاهم معاها هي وابوها، بس بيتقتل ابو تينجي وبيعتبروه انتحار. بيقرر تينجي يحقق في خلفيتها، بس بيجي له رساله مجهوله بيحذروه فيها من انه يحقق عن شيهو والا هيحصل له زي ما حصل لابوه، فساعتها قرر يلعبها تاني عشان يكتشف خباثتها. بيساله يويتشي هل انا خربت حظك؟ قال له لا، لان شيهو كدبت كدبه كبيره وان ديونهم دلوقتي 10 مليون ولو حسبتهم هتلاقي في 4 مليون زياده، فده معناه انها كدبت اما قالت انها طلعت صوت في اول اللعبه وانهم عاقبوها وزودوا ديونها. بيقول له يويتشي كلامك مقنع بس مش هتصدقه بنسبه 100%، وبيساله ليه بعد ما عرفت اني قاتل برضه اصريت انك تيجي معايا للدرجه دي ميت. فدباديبي رد بانه سمع انه هيدمر اللعبه وهو عايز ينتقم لابوه فخلينا ندمرها مع بعض. بيقول له يويتشي ان الكلام سهل ومش هثق فيك، فبيوريه تينجي ديونه كام عشان يتاكد وبتزيد الضعف، فبيخبيها يويتشي بسرعه. بيترجاه تينجي وبيقول له اعتبرني بطاطا تحت رجليك، اهرسني حمرني اعمل فيها اللي انت عايزه بس خليني العب معاك. بيقول له يويتشي هفكر ال3 ايام دول وارد عليك. بعد 60 ساعه بيتكلموا وبيطلب يويتشي من تينجي انه يوعده اما يطلعوا من هنا يعتذر لهم حتى لو مش هيسامحوه. فبيوعدوا يويتشي هو كمان انه هيفوز في اللعبه الثالثه. بعد 72 ساعه بيخرج لهم منابو بيقول لهم ان اللعبه الثالثه هي استغمايه وبيكون قدامهم فريق من 5 اشخاص، واحد من كل فريق هيستخبى واللي يلاقي المستخبي من فريق الخصم هيفوز. في قانون ان لو فريقك قرب يخسر يقدر يغير فريقه ويبيع صحابه ويروح لفريق الخصم، بس حتى لو فاز الفريق اللي راح له مش هيتنقل للعبه الرابعه، بس الهدف منها ان لو فاز الفريق اللي راح له هيخلع من الدين لان الخسران ديونه هتتوزع على فريقه. بيسالوا يويتشي لو حد بدل فريقه ومع ذلك خسر ايه اللي هيحصل؟ رد انه هياخد جزء من الدين ويرجع لفريقه الاصلي ويكمل اللعبه الرابعه. بيسالهم منابو لو عايزين يدخلوا شخص ثالث في فريقهم كان خلص اللعبه لوحده، فبيوافق يويتشي اما يعرف انها بنت. بيعترض تينجي عشان غيران على حبيبه ولكن بيوافق وهو بيجز. بتيجي البنت تعرف نفسها انها ميزوني ماريا وبتطلع مبعوثه من الاداره عشان تراقب يويتشي. بيختار تينجي انه يستخبى هو وبيقول لهم منابو انه قدامهم ساعتين يلاقوا مخبأ ليهم ولازم الفريقين يستخبوا في اتجاهين معاكسين. بيشرح لهم منابو قوانينه هي ان ممنوع العنف ومجرد ما بيستخبى الشخص ممنوع يغير مكانه، وبيديهم موبايلات يتواصلوا مع بعضهم بيها حتى مع فريق الخصم. اللي هيستخبى قدامه خيار انه ينسحب وقت ما يعوز لانه بيبقى معزول والوضع صعب جدا عليه. بيستخبى تينجي في كهف وبيسال يويتشي انت جبت ماريا معانا عشان قلت مش هنعرف نكسب ضد عدد الفريق تاني صح؟ قال له حتى لو كانت معانا فاحنا لو لعبنا بنظافه مش هنكسب. قال له يعني عايزنا نلعب بتناقه؟ رد يويتشي انه مش عارف هو هيستحمل يستخبى لحد امتى، فبيطمنه تينجي انه هيستحمل وواثق فيه ما دام هيفوزوا. بيسيبوا يويتشي مستني لمده يومين كاملين من غير ما يجيب له ميه حتى او اكل، فبيتجنن تينجي وحالته العقليه وافكاره بيتلخبطوا وبيشك في يويتشي وبيبقى على وشك انه يدوس على زرار الانسحاب ولكن بيتراجع. وبيتصل بيويتشي بيرد واحد من الفريق تاني وبيقول له ان يويتشي يتخلى عنه وقاعد مقضيها مع ماريا وان تينجي خانهم في اللعبه تانيه فمش هيسامحه، ولو مش متاكد من كلامي خد كلمه بنفسك. بيرفض تينجي وبيقول له انا واثق فيه، فبيرد الواد عليه بانه اما يزهق يبقى يدوس على زرار الاستسلام والا هيموت. بيصرخ تينجي جامد بس بيفضل حاطط امله في يويتشي. بيقفل كي المكالمه معاه وبيطلع هو وفريقه عاملين الخطه دي عشان يخلوه يستسلم، وبيكونوا مراقبين يويتشي وماريا ومقعدينهم. بيخطط قائدهم جوزو ان الغابه اللي هم فيها واسعه ومستحيل يلاقوا بعض وان الهدف الاساسي من اللعبه هو الاكل لان المستخبي مش هيعرف يتحرك من مكانه ولازم حد من فريقه يجيب له الاكل والا هيموت. فبيأمر هياكو تارو وتشيساتو يدوروا على مكان الاكل وكي وباندري يروحوا يدوروا على مكان يستخبى فيه. بيقعد تينجي اليوم الثالث ما ياكلش ولا يشرب، وفجاه بيجي يويتشي بالاكل والشرب وبيعتذر له انه اتاخر، فبيتخض المراقبين من ان تينجي بدا يهلوس ويكلم نفسه. وبيتكلم مارينيا المراقبه وبتقول لها ان يويتشي شخص حقير وخسيس وانه طلب ينضم للفريق الثاني. بيسالوه ليه عايز يغير فريقه، بيرد ان حكى لهم عن خيانه تينجي وانه يرد له خيانته. بيحتاروا يوافقوا ولا يرفضوا، فبيقرروا يتصلوا قائدهم جوزو هو اللي يحدد. فبيضحك يويتشي عليهم وبيستهزئ انهم مش عارفين ياخدوا قرار بسيط زي ده لوحدهم. بيتنرفز هيكو تارو وبيجهز عشان يضربوا بس بيوقفوا عشان العنف ممنوع. بيتصل كي بجوزو بيساله فبيرفض يضموا للفريق لانهم يقدروا يفوزوا من غيره، بس ممكن يوافق يضموا لو ماريا كمان هتنضم للفريق، ساعتها مش هيبقى غير تينجي وهيعرفوا مكانه ويفوزوا. بيسالوه هتنضم انت وهي، فبيرفض وبيستفزهم بالكلام. بتفكر ماريا اما سالت يويتشي عن خطته فقال لها مش هنعمل اي حاجه لمده يومين، ولكن اليوم الثالث هطلب منهم يضموني لفريقهم واعرف مكان جوزو واقول لك فاتق في شي ونفوز، ولكن الخطه دي مش هتنفع معاهم عشان هم عرفوا هدف اللعبه. بتساله ماريا طب ايه الحل؟ قال لها مش هقول لك غير لما تقسمي بطاعتك ليا، فبتوافق وبيقول لها هستخدمك كطعم لتشتيتهم. في اليوم الرابع بيروح كي وباندري يودوا الاكل لجوزو
جوزو، وبيكون يويتشي وماريا نايمين. بيتكلم تشيساتو مع هياكو تارو عن اما كانوا فريق واحد بيلعبوا كرة سلة، فبيقوم يويتشي فجأة يتكلم مع هياكو تارو وبيفهم منه عن فريقهم في كرة السلة، فبيحكي له وبيستفزه يويتشي بالكلام ان ما دام هم فريق جامد كده اللي رماهم على اللعبة دي، مين فيهم اللي مديون وشايل فريقه ديونه كلها؟ فبيوقفوا تشيساتو عن حده. بيروح هياكو تارو يشوف المكان اللي نايمة فيه ماريا، بيلاقيها هربت، فبيجري وبيلاقيها بتغير هدومها وبتصوت عشان شافها، فبيتأسف وبيتكسف ويجري لمكانه. بيشتموا تشيساتو عشان رجع وسابها، فبيستغل يويتشي الوضع ويهرب بشنطة الاكل، وبتهرب ماريا بإشارة من يويتشي وبيجروا وراهم عشان يلحقوهم. بيعمل يويتشي حركة غدر ويزق ماريا من على جبل يوقعها. بيفقد تينجي الامل في كل حاجة حواليه، وبيقرر يأتمن يويتشي على حياته، وبيعتذر لابوه انه ما انتقملوش، وبيعتذر لاصحابه اللي خانهم. بيحس بحد بيشربوا ميه وبيطلع يويتشي وبيشرح له اللي حصل وهو بياكل، وبيقول له كنت بختبرك، لو دوست الزرار واستسلمت كنا هنخسر، ولو استحملت واستنيتني لحد ما نفوز فهثق بيك تاني. بيسأله تينجي ازاي هربت منهم؟ قال له رميت ماريا من الجبل عشان يتلهوا ينقذوها وانا خلعت. بيقول له تينجي انت خنزير حتى النخاع يا اسطى، ازاي ضمنت انهم هينقذوها؟ رد بانه قضى اليومين اللي فاتوا بيدرس ويحلل حركاتهم وشخصياتهم، ومش متبقي غير انه يدمر صداقتهم ببعض. بتشكر ماريا تشيساتو بدل هياكو تارو اللي انقذها. بيسأل تينجي ازاي هيدمر صداقتهم؟ رد انه كان قاصد يدخل بنت الفريق عشان يستغلها للاطاحه بالسيمباويين ويفرق ما بينهم. بيقول تشيساتو لماريا ما تشكرنيش انا، اشكري هياكو تارو هو اللي انقذك، فبتقول له لا ده بكرهه عشان بص عليا وانا بلبس. بيتوسل اليها تسامحه وبيعتذر لها، فبتضحك وتشكره وبيدق قلبه 3 دقات. بيشيلها هياكو تارو على ظهره وبيسمعها بتتساءل ليه كان لازم تدخل فريق يويتشي. يرجع لهم يويتشي وبيمثل انه بيضطهد ماريا وهي بتمثل انها خايفه منه. بيزعق هياكو تارو ليويتشي عن معاملته ليها، وبيسال مانابو مش العنف ممنوع؟ رد قال له ممنوع ضد الفريق الخصم لكن مش ممنوع ضد اعضاء الفريق الواحد. بيعرض هياكو تارو عليها انها تنضم لفريقهم. بيوقفوا تشيساتو وبيقول له مش شايف انهم بيتلاعبوا بينا وانها بتمثل عليك؟ بيتخانق معاه هياكو تارو ان ازاي يقول كده ومش كل الناس زيك. بيبداوا تجريح في بعض بالكلام، فبيوقفهم كي وبيقول لهم هنسال جوزو يدخلها الفريق ولا لا، وبيروح هو وهياكو تارو يكلموه. بيضحك يويتشي من خطته اللي بتمشي بسلاسه، وان قائدهم هيوافق يضم ماريا، وانه ما شافش التوتر الحاصل بين اعضاء فريقه، ولكن ماريا هترفض تنضم. وتحكي لهياكو تارو ان يويتشي ماسك عليها زله، واما يعرف ايه الزله دي هيضرب يويتشي وساعتها هيفوزوا، او ممكن باقي الاعضاء يوقفوه وما يضربش حد، بس ساعتها التوتر ما بينهم هيزيد وعلاقتهم هتتفكك، ومش هيتبقى الا انه يبدل فريقه عشان يبقى جنب ماريا. بيجي ليهم هياكو تارو يقول لها ان القائد ما وافقش، بس قال في طريقه لو عايز يحمي ماريا وهي انه يبدل فريقه. بيتخانق تشيساتو معاه فبيقول له مالكش دعوه، وبيطلب يغير فريقه، وبيوافق يويتشي في لحظتها. ما بيصدق هياكو تارو يضرب يويتشي ولكن بيتفاداه وبيكتفه. بيتصل يويتشي بتينجي يحكي له اللي حصل. بيكون هياكو تارو مربوط، فبتقول له ماريا ان يويتشي هيحاول يخليك تعترف بمكان القائد وخاف منه، ده مرعب وقتل ناس قبل كده. وبيسمعوا يويتشي من الموبايل وهو بيقول لها انه ما يعرفش مكان القائد اصلا. بيسالوا يويتشي ايه الكلام ده؟ شو انت رحت زرته؟ قالوا لا كي اقترح اننا نتصل بيه. عند جوزو بيكون كي قاعد معاه وبيساله عادي انت خليتني اوافق ان هياكو تارو يبدل الفريق. رد كي بان كل ده ماشي تبع خطته ويا ريت تتكلم معاه بادب احسن من كده. بيتصل بيه يويتشي وبيقول له طلعت انت القائد الاساسي اللي بتحركهم مش جوزو؟ فبيرد كي انه ضمن الفوز مجرد ما اخدوا منه هياكو تارو. بيتصدم يويتشي وبيقول لهم احنا شكلنا خسرنا بجد ولا ايه؟ بتساله ماريا ليه؟ رد قال لها عشان اخدوا هياكو تارو، ولو ضرب اي حد من الفريق الثاني كده فريقهم هيخسر، فعشان كده ربطوا في الشجره، بس لازم نخبيه. ما بيلحقوش وبيلاقوا بانري وتشيساتو قاعدين معاهم مترقبين امتى يبعدوا عن هياكو تارو. بتقوم ماريا فبيناديها كي وبيقول لها استنتجت انك من الاداره، وبيطلب منها تخون يويتشي وتبيعه. بتتصل ماريا بيويتشي تساله عن مكان تينجي عشان تودي له الاكل، فبيقول لها. بيتصدم بعدها انها باعته وقالت لكي مكانه. بيروح كي لمكان تينجي وبيعلم مانابو نهايه اللعبه الثالثه. بيقول لهم مانابو ان الكسبان هو فريق يويتشي، فبيتصدموا وبيسالوا كي ليه؟ مش احنا لقينا مكان تينجي الاول؟ قال له ايوه بس مش دي طريقه الفوز الوحيده. بيتاسف لهم جوزو وبيعترف انه داس على زرار الاستسلام. في الوقت اللي راحوا فيه دوروا على تينجي بيقول يويتشي لهياكو تارو انه كان ضامن فوزه من اول ما دخل فريقه، وبيتصل بجوزو يستفزه بانه هيقعد يضرب في هياكو تارو لحد ما يدوس على زرار الاستسلام. بيطلب جوزو من هياكو تارو انه يستحمل لحد ما يلاقوا مكان تينجي ويفوزوا، ولكن بيهددوا يويتشي بانه لو ما داسش على الزرار هيكسر صباع هياكو تارو ونبقى نشوف هيعرف يلعب كرة سله ازاي. بيتوتر جوزو وبيسمع صوت الكسر، فبيقول له يويتشي هفضل اكسر في كل صباع من صوابعه لحد ما تدوس، وانهم في الاساس بيلعبوا اللعبه دي عشان يسددوا ديونك اللي وقعت فيها، عايزهم كمان يتصابوا بسببك. بيعترف جوزو ان عيلته كانت غرقانه في الديون، ولكن كي قرر يساعده مقابل انه يطيع كل كلمه بيقولها، وبيقوم ويضرب يويتشي عشان اللي عمله في هياكو تارو، ولكن بيكتشف ان يويتشي كسر صباعه هو مش صباع هياكو تارو. بتسال ماريا يويتشي هو عارف هويتها؟ بيرد بانها من الاداره وانه كان عارف، وبيطلب منها تقول لباقي الاداره انه هيدمرهم. بيسندوا تينجي وبيقول له انت ضحيت بصباعك وما دمرتش صحوبيتهم، ما انت طيب وعامل لنا فيها شرير ليه؟ فبيفكر يويتشي من جواه ان جوزو لو ما كانش داس على زرار الاستسلام كان هيكسر صباع هياكو تارو بجد. بيسيبهم مانابو يرجعوا بيتهم لفتره مؤقته، بس ما بيتكلموش عن اي حاجه ليها علاقه باللعبه بره. بيروح يويتشي وتيجي المدرسه عشان يلاقوا شيهو، ولكن بتقول لهم يوتوري ان شيهو وشيبي اختفوا. بيسالوا هي كدبتها بتاعت الديون اتفقست فهربت؟ بتقول لهم لا، وان لما رجعوا للمدرسه الفصل اتهمها انها سرقت فلوس الرحله، فحاول شيبي يدافع عنها وقال لهم انا غني وهديكوا ال2 مليون بتوع الرحله يا شويه فقراء وهنحلها ودي وناخد وندي. بعدها بيومين بيتقبض على ابو شيبي بالجرائم اللي كان مخبيها، فبيفهموا ان
شيبي اضطر يتكلم مع ابوه عن اللعبه عشان يعرف ياخد ال2 مليون، وفي الاخر اعتذر شيبي للفصل انه ما عرفش يجيب الفلوس، فبيتنمروا عليه وبطلت شيهو تروح المدرسه هي كمان. بيدخل 2 عليهم في الفصل يقولوا لهم ده بيت شيبي حصل فيه بلاوي، بيروحوا ويطلع ابو شيبي اتقتل والشرطه قبضت على شيبي بصفته القاتل. بيناديه يويتشي فبيقول له مش انا اللي قتلت، بس بيحذروا ابو شيهو من انه يقول حاجه. بيتنرفز تينجي ان ابو شيهو كان موجود ساعه موت ابو تينجي وكمان ساعه موت ابو شيبي. بيوقفوا يويتشي عشان معهمش دليل حقيقي وبيسالوه ايه اللي حصل، فبيقول لهم مش هقدر اقول لكم تفاصيل ويا ريت ما تتدخلوش عشان ما تتاذوش انتوا وعيلتكم. فبيرد يويتشي ان تهديدك مش هينفع معايا عشان ما عنديش عيله اصلا، ولو عايز توقفني تعالى لي راجل لراجل. بتقابلهم يوتوري وبتحاول تفهم اللي بيحصل وهما بقوا قريبين قوي من بعض كده ليه. بيرد يويتشي ان بمجرد ما خلصوا اللعبه الثانيه فصحوبيتهم خلصت معاها عشان ما حاولتش تنقذه او تعمل اي حاجه تدل على صداقتها، وبيجرحها بالكلام وبيقول لها انا بكره الناس العبء اللي زيك والمعتمدين على غيرهم وانت مجرد حد غريب بالنسبه لنا. فبتعيط من قسوه الكلام الجارح. بيقول له تينجي ما كانش له لزوم التجريح ده، قال له انا قاصد عشان ابعدها عننا وعن اللعبه والاداره مش هيكون عندها مشاكل اننا نوزع دين يوتوري علينا. بيجي لهم اتصال مجهول ويقول لهم المتصل انه هيبدا لعبه اصدقاء استثنائيه وان يويتشي اللي فاكر ما عندوش حد عزيز يتهدد بيه. احب اوري لك يوتوري وهي مخطوفه وقدامك خيارين، لو جيت هتعاني ولو ما جيتش يوتوري هي اللي هتعاني. بيقرر يويتشي يروح عشان ينقذها. بيوصل يويتشي للمكان وبيقابل واحد اسمه كوروكي وماسك قناع من ابو. بيقول له يويتشي انه مش هيلعب اي لعبه غير لما يسيبوا يوتوري، بس بيلاقيهم قطعوا هدومها. بيهدد كوروكي انه هيفضح سره اللي لو عرفت عنه يوتوري هيبقى ارحم لها بموت بدل اللي هتعرفه. بيبلع يويتشي ريقه وبيوافق يلعب. بيشرح له قوانين اللعبه وهي انه هيتعرض ل3 جولات من الالم ولو استحمل هيسيبوه هو ويوتوري يمشوا، وهي انها تختار مين فيهم اللي يتالم. لو اختارت يوتوري نفسها هتتالم اقل منه وما ينفعش يويتشي يتكلم وهي بتختار مين يتالم والا الاثنين هيعانوا بنفس درجه الالم. بتبدا الجوله الاولى وبتكون انه يتضرب من جوريكي. لو اختارت يوتوري نفسها هتتضرب ضربه واحده بس، لو اختار يويتشي هيتضرب 3 ضربات. بتتردد يوتوري انها تضحي بنفسها فبيتضرب يويتشي 3 ضربات وبيتعيط يوتوري وبتقول له الجوله الجايه هختار نفسي. بيمسك كوروكي ايديها وبيقول لها الجوله المره دي هنشيل ضفر واحد ومسموح لك تبدلي مع يويتشي لو خايفه، بس لو بدلتي معاه هنشيل له 3 ضوافر من ايده. بيحاول يشيل كوروكي الضفر ولكن بتصوت يوتوري انها مش قادره تستحمل الالم، فبيرزع يويتشي ايده وبيقول له شيل ضوافري انا وبيشيلها كوروكي في ثانيه. بيسال يويتشي رجاله كوروكي هو ليه اللطخ ده زعيمكم؟ يرد كوروكي عشان دماغي المظات وجريء ومش بخون صحابي. بيضحك يويتشي وبيقول له يعني انت قصدك ان دماغك المظات وجريء ومش هتخون صحابك؟ ليه لا. بيبداوا الجوله الثالثه وبيقرر كوروكي ان لو يوتوري اختارت نفسها المره دي هيخلوها ترقص عريانه وهيكون المها نفسي، ولكن لو اختارت يويتشي فايده هتتحفر بالسكينه 3 مرات. بتقول له يوتوري اختار انت يويتشي وقرر وانا هعمل اللي تقوله، اصل انت عارف ان ما عنديش شخصيه. بيقرر يويتشي يختار نفسه. فبيضحك كوروكي وبيقول لها للدرجه دي الانانيه؟ مفيش دم خالص، الواد عمال يتهان يمين وشمال وانت نفسي. بتتحفر ايد يويتشي بالسكينه 3 مرات وبيصرخ جامد. فبيقول لهم كوروكي اللعبه خلصت يلا روحوا مع بعض، ولو اني اظن ان بعد اللي حصل ده ما اعتقدش ان يويتشي هيطيق يروح معاكي اصلا. بيرد يويتشي انه مش هيلومها لانه مش ذنبها، ده ذنب اللطخ اللي حطنا في الموقف ده من الاساس. وبيتوعد لكوروكي. بتحضره يوتوري وبتعتذر له وانها هتفضل واثقه فيه دايما مهما كان ماضيه بشع. بيتحدى يويتشي كوركي في لعبه والفايز هيكسب 10 مليون ين، وبما انك عارف الماضي بتاعي يبقى اكيد عارف ان معايا اكتر من 10 مليون. اللعبه ببساطه هي طوبه ورقه مقص، لو فزت هتاخد ال10 مليون بس لو خسرت هقطع صوابعك ال5. لو اخترت ورقه وخسرت ال5 هيتقطعوا، ولو اخترت مقص وخسرت هقطع 2 بس، ولو اخترت طوبه مش هقطع حاجه، وانا مش هعرف اختار غير ورقه وطوبه عشان ايدي اليمين متجبسه. بيتردد كوروكي فبيستفزه يويتشي وبيقول لرجالته لو فاز هدي لكل واحد فيكم مليون ين، فبيضغطوا عليه وبيضطر يوافق. بيخطط كوروكي في دماغه وبيحاول يفهم الدنيا، ولكن بيبدا يويتشي اللعبه على غفله وبيعمل مقص بايده السليمه وكوروكي بيكون مختار ورقه. بيزعق كوروكي على الغش ده فبيقول يويتشي ما حدش قال اني مش هلعب بايدي السليمه عادي واختار مقص. بيكونوا على وشك يبداوا خناقه ولكن بتوقفهم اداره لعبه الاصدقاء اللي اتصل بيها تينجي عشان شك ان ده مش منابه الحقيقي وانه بينتحل اللعبه. بيوقفهم يويتشي قبل ما يجوا ياخدوا كوروكي وبيقول لهم استنوا بس نقطع صوابعه عشان خسر. بتدوس البنت بجزمتها على ايده وبتطلب منه يقطعهم بسرعه عشان مستعجلين. بيغني يويتشي حادي بادي صوابعك هتبقى كرومبو زبادي، وبعدين بيقول له تقدر تختار حد من صحابك يبقى مكانك وقطع له صباع واحد. بيطلب منهم كوروكي يحلوا مكانه ولكن ما حدش بيطلع فبينفعل عليهم. بتهديه البنت وبتقول له اللعبه خلصت. يويتشي اغمى عليه اصلا. بتتكلم البنت مع كوروكي في العربيه وبتقول له انت ما خسرتش صوابعك بس خسرت حاجه اهم وهي دماغك الالمازات وجرأتك اللي فرحان بيها، واهم حاجه خسرت ثقه صحابك بيك وخنتهم لما طلبت منهم ييجوا مكانك. بينادوا عربيه الاسعاف تاخد يويتشي وبتقول لهم ماريا ان صاحبكم شيبي المسجون محتاجكم جنبه ولو شاركتم في اللعبه الرابعه تقدروا تنقذوه، ولكن هتدينوا 500 مليون ين اللي شيبي اتداين بيهم اما ابوه مات. بيفوق يويتشي وبيقول لهم العبوا اللعبه عشان نعرف الحقيقه وان الصحاب اهم من الفلوس. بيغمى عليه تاني وبينقلوا له العربيه وبيعلنوا انه مش هيقدر يشارك في اللعبه الرابعه. بتبدا لعبه محكمه ذنب الصداقه بمشاركه تينجي ويوتوري فيها.